وهنا البرازيلي باولو فيكتور، محترف طبعا بنادي النفط. فريقين وطاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم الدولي واضح بالصورة: علي حسين علي، سعد حسين فلاح، محمد أحمد شاكر، أحمد قاسم فاضل. كحكم رابع في غرفة الفار ليث فرحان وحيدر عبد الحسن. نادي القاسم مع نادي النفط. بانتظار انطلاق الصافرة للحكم الدولي علي حسين علي، حكم دولي منذ عام 2024، صاحب 32 سنة. عادل نعمة مدرب النفط بمواجهة السوري أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم. انتظار بداية اللقاء. إذا النفط والقاسم في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. ملعب الساحر أحمد راضي هو من يضيف هذا اللقاء. فريق النفط يلعب من يمين الشاشة بالزي الأبيض، ونادي القاسم بالأسود موشح باللون الأزرق يلعب من يسار الشاشة. إكرام الضيف نادي القاسم ومدرب السوري أيمن الحكيم. يلعب بعلي خالد بحراسة المرمى. خط الدفاع حسين محسن، كرار فالح، مؤمن راشد، محمد الباقر وأحمد نور. بالوسط مجتبى محسن، إليسو، الحارث حاتم. وفي المقدمة حيدر عبد الرحيم وسيف رشيد. كذا يبدأ السوري أيمن الحكيم، بينما والنفط بالأبيض ويلعب من يمين الشاشة. مدرب عادل نعمة يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى. هناك بالدفاع كرار سالم، فاضل كريم ديار ياخي، كرار رزاق. بالوسط محمد سادات، سامهين، رامسيس، ستار ياسين، أحمد صبري. وفي المقدمة البرازيلي باولو فيكتور. توفيق للنفط وللنادي القاسم ولطاقم تحكيم اللقاء بقيادة هذا الرجل واضح بالصورة الحكم الدولي علي حسين علي. دكتور مشتاق كاظم مدير الفريق مع عادل نعمة وإبراهيم عبد نادر. مدرب المساعد حسين كامل، فارس جهاد. الخطأ لحسين محسن، لاعب اللي لعب للديوانية ولاعب للقوى الجوية لنادي القاسم. أمامية الكرة، حارث حاتم أبرز لاعبي الفريق مع سيف. الهجوم الآن داخل منطقة الجزاء، المحاولة من هناك إلى باولو فيكتور اللاعب البرازيلي. يمر تمريرة سريعة جدا، خطيرة خطيرة. أحمد صبري حكم اللقاء قريب يشير الاستمرارية فريق النادي القاسم. إبعاد من كرار فالح، راجع الكرة. سيف هداف الفريق، سيف رشيد حاول يمر، طالت الكرة إلى التماس. قطع من كرار سالم لاعب الحدود السوري أيمن الحكيم، موسم ثاني مع نادي القاسم. أشرف على تدريب دهوك بفترة من الفترات، وأشرف على تدريب المنتخب السوري ونادي تشرين والكرامة. نتائج جيدة وممتازة لنادي القاسم هذا الموسم على الرغم من الظروف المادية الصعبة اللي يعاني منها الفريق. حرة مباشرة وخطأ
خطأ على كرار رزاق. خطأ على كرار رزاق. كرار رزاق. لاحظ حرة مباشرة لنادي القاسم للمميز الحارث حاتم. 9 أهداف للحارث حاتم، واضح بالصورة مع سيف رشيد. مجتبى محسن، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء والابعاد من علي ياسين. علي ياسين 14 مباراة كلين شيت، كابتن نادي النفط، الحارس اللي لعب للزوراء ولعب للطلبة. ركنية لنادي القاسم. كل يعلم النفط أقوى خط دفاع بدورينا، 14 كرة فقط في مرمى مع الطلبة والشرطة. عالية الكرة وخطيرة لنادي القاسم، مرت من هناك إلى ركنية من الجهة الثانية. هذا اللاعب محمد الباقر عنده هدف على نادي كربلاء، بينما هنا ستار ياسين. لاحظ المدافع، ومرت إلى ركنية. نفط طبعا قادم من خسارة من المتصدر زاخو بهدف لهدفين، ونادي القاسم تغلب على الحدود 3-2 في الجولة الماضية. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة لنادي القاسم، تسديدة وإلى ركلة مرمى. هل هناك ركنية؟ اعتقد اصطدت بمحمد سادات لاعب الغاني حارث الحاتم أو إلى ركلة مرمى. لقاء المرحلة الأولى ما بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، وهنا اللقاء المؤجل. ديار يا أخي، تقطع الكرة من حسين محسن، تمريرة من هناك مجتبى قريب، لكن الإبعاد من كرار سالم. أحمد صبري عيد الكرة، محاولة. أحمد صبري 4 أهداف، تقطع من حسين محسن نادي القاسم. سيف قريب، تقطيع حاضرة، حاول فاضل كريم أمامية، عاد لي الكرة للوسط. ستار ياسين، تقطع الكرة اللاعب بالإيفواري إليسو، يعيدها لمجتبى. انطلاقة الآن، محاولة حيدر عبد الرحيم، حرة مباشرة والخطأ وبالسلامة. اعتقد البطاقة الأولى على كرار سالم لاعب النفط. بطاقة صفراء 93، بطاقة صفراء شرها هذا الحكم الدولي علي حسين علي في 18 مباراة و9 حالات طرد، واحتسب 11 ركلة جزاء. عادل النعمة أشرف على الحدود ونفط ميسان، وأشرف على نادي القاسم. لاحظ التدخل مع مجتبى محسن. نادي القاسم مركز سادس 35 نقطة، 9 انتصارات، 8 حالات تعادل، 6 خسائر، سجل 27 واستقبلت شباكة 23. بينما النفط 30 نقطة،
7 انتصارات، 9 حالات تعادل، 7 خسائر، سجلوا 15 واستقبلت شباكها 14. بالمناسبة النفط والنجف الأندية الأكثر تعادلا 9 مرات يا عادل نعمة في دورينا. حرة مباشرة في مكان جيد، أخطر من الركنية. عالية الكرة لنادي القاسم، ابعاد من دفاع سامي هند يلعب الكرة، تغطية حاضرة، قطع كان من مؤمل راشد. محمد سادات عيد الكرة، لاعب الغاني نفط، تمرير مع احمد صبري، راجع الكرة، محمد سادات يعيدها الى ديار ياخي، لاعب اللي لعب الدهوك بفترة من الفترات، وزاخو بالوسط. كرر النفط تمريرة، محاولة قريبة جدا والقطع أمامية من محمد الباقر. حارث قطع للكرة، ستار ياسين إلى فاضل، محاولة مؤمل مع حيدر عبد الرحيم، وخطأ للنفط. حرة مباشرة، خطأ لفاضل كريم، موسم ثاني مع النفط، هو لاعب للديوانية. زاخو والزوراء في الصدارة ب49 نقطة، زوراء ثانيا طبعا بفارق المواجهات مع زاخو. كرار فالح أمامية، محاولة خطيرة لكن التغطية إلى الركنية، تغطية حاضرة كانت. فاضل كريم إلى ركنية ثالثة، الركنية الثالثة لنادي القاسم، دليل على الضغط، على الوصول، على المحاولات. هذا ديار ياخي، غيابات مؤثرة بصفوف النفط، سنتحدث وبصفوف فريق نادي القاسم عندما تحين الفرصة. حرة مباشرة، بعد من الدفاعات. النفط سامي هند أمامية، محاولة انطلاقة من البرازيلي باولو فيكتور البرازيلي قادم من الحدود. باولو في محاولة وإلى ركلة مرمى، يطالب باولو بركنية لاعب البرازيلي. لاحظ الصراع آخر، شوف اللقطة الأخيرة، يبقى القرار للحكم. فرق في الأماكن الدافئة. هذا حيدر عبد الرحيم سبق اللاعب لنفط البصرة وعنده هدف على فريق نفط البصرة، لكن الألقاب الممتازة لسيف رشيد والحارث حاتم. تصور عزيزي المشاهد، اللاعبين سجلوا 20 هدف، 11 هدف لسيف و9 للحارث، وهذا يعني بأن اللاعبين سجلوا أكثر من الأهداف اللي سجلها جميع لاعبي النفط، 15 هدف. بالوسط محمد سادات راجع الكرة، فاضل كريم بالوسط تلعب،
أمامية من فاضل. مجتبى تمريرة، حاول سيف إلى مجتبى، تغيير من هناك. محمد الباقر، تقطع الكرة والانطلاق الآن من كرار، لكن راجع الكرة هذه المرة لأحمد نور، تمريرة، انطلاقة لنادي القاسم. محمد الباقر عالية قريبة جدا، عاد من الدفاعات. إليسو لاعب الإيفواري إلى حسين محسن، نادي القاسم يحاول يمر، راجع لكرار فالح مرة أخرى، تمريرة إلى مجتبى، عاد من ديار، ستار ياسين قريب، قطع للكرة، حرة مباشرة وخطأ لنادي النفط. بالواحد صفر 3 مرات على ديالا وكربلاء والقوة الجوية، 2-0 على الزوراء، 2-1 على دهوك ونفط البصرة، 4-0 كانت على نادي أربيل، 4-2 على نادي الحدود. حسين قريب والانطلاقة والخطأ، حسين محسن والخطأ. الدولي علي حسين علي الحكم، دار لقاء وحيد للنفط على هذا الملعب، فاز فيه على الميناء بهدف، ودار لقاء لنوروز والقاسم انتهى بالتعادل بال1-1. هنا المطالبة، لكن الحكم احتسب خطأ، وبالسلامة لحسين محسن. غيابات نادي القاسم للإصابة محمد خالد ليث معا وحسين عبد الواحد، بينما غيابات النفط قلوب دفاع أحمد خالد والنيجيري سامسون دير والكاميروني أنجي جول. خسائر الستة لنادي القاسم كانت 0-1 من النجف والقرمة، 1-2 من النجف نفط ميسان، 0-2 من أدهوك، لكن الخسارة الأقصى كانت من المتصدر زاخو 2-6. هذا باولو فيكتور، بينما هنا الحارث حاتم. سلامة لحسين محسن لاعب نادي القاسم. قاسم النادي اللي يعاني إداريا طبعا وماليا، وأغلب لاعبيهم من اللاعبين يعني ليس من اللاعبين السوبر والنجوم، لكن بإصرار هؤلاء اللاعبين الشبان والغير شبان وحبهم لناديهم وتفانيهم مع المدرب السوري أيمن الحكيم، هم في المركز السادس لغاية الآن، يعني أفضل بمراكز أفضل من أندية كثيرة. الأمور المالية والأمور الإدارية أفضل كانت، لكن نادي القاسم بتحقيق بعض النتائج الممتازة، يعني فوزه على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء، وبال1-0 على القوى الجوية وعلى ديالى وعلى كربلاء، وفاز أيضا على دهوك ونفط البصرة، وفي مركز جيد لغاية الآن. هذا هدافهم ب11 هدف سيف رشيد، بينما هنا كرار رزاق للنفط،
حرة مباشرة. النفط كرار عالية، ابعاد من الدفاعات نادي القاسم. رامسيس الكاميروني هداف الفريق ب5 أهداف. راجعة، كان عندهم النادي القاسم الكاميروني ميسوكي اللي غادر إلى صفوف القوى الجوية. ستار يعيد الكرة إلى ديار ياخي. محمد سادات قريب جدا إلى رامسيس. جابرييل رامسيس الكاميروني يعوف الكرة من هناك إلى اليمين. محاولة إلى ستار، خطيرة للنفط، خطيرة للنفط، وتصل للحارس علي خالد. حارس مرمى نادي لاحظ التمريرة، حاول ستار ياسين لكن وصلت لعلي خالد. إليسو تمريرة بالوسط، راجعة لسامهن البوركيني القادم من كربلاء، يلعب الكرة مع كرار رزاق. ديار ياخي مع كرار، حاول يلعب الكرة بالوسط. محمد سادات تمريرة مع كرار، قطع من كرار فالح. تماس لنادي النفط. نفط على ملعب الساحر أحمد راضي، الملعب اللي يلعب عليه الآن 9 مباريات هذا الموسم. فاز 4 مرات على الحدود والميناء وزاخو وكربلاء، وتعادل مرتين مع النجف بدون أهداف ومع نوروز 1-1، وخسر على هذا الملعب 3 مرات من الشرطة والطلبة وإربيل. علي ياسين، محمد سادات تمرير لليمين. ديار ياخي النفط بعد للكرة. محمد الباقر قريبة جدا. تمرير هذه المرة حارث، تغيير إلى الطرف الأيمن إلى مؤمل راشد. استقبال من محمد سادات. نفط تمرير وكنترول غير جيد من ستار نادي القاسم، والمحاولة وتعود لعلي ياسين حارس المرمى. كابتن النفط كرار تمرير. سامين عالية الكرة في مكان جيد. أحمد صبري، أحمد للنفط، خطيرة داخل منطقة الجزاء للنفط. رامسيس قريب، ابعاد بن حيدر. محمد الباقر إلى الأمام. سامين يعيدها. لا ديار ياخي، كرة على الأرض للنفط لستار ياسين. تمريرة إلى الجهة اليسرى لكرار. حسين قريب، ضغط من لاعبي النفط، خطيرة صبري وابعاد للكرة. رامسيس من هناك لكن قطع من محمد الباقر، طالت الكرة. تماس للنفط. محسن حاول بالكرة او الحارث، راجعة لعلي ياسين. أمامية الكرة من علي. كرار فالح. كرة مباشرة وخطأ لنادي القاسم. أفضلية طبعا للنفط بتاريخ لقاءات الفريقين، 5 انتصارات للنفط مقابل انتصار وحيد لنادي القاسم، والتعادل حضر 3 مرات. أول لقاء كان موسم
2020 2-0 للنفط. أحمد سرتيب ووليد كريم. وليد كريم متواجد بدكة البدلاء. وآخر لقاء كان المرحلة الأولى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. كرار التماس الآن لنادي النفط. هذا ستار ياسين، لاعب اللي لعب لكركوك ولاعب لزاخو ولاعب للطلبة. كرار سالم كل يعلم هو ظهير أيمن، لكن بسبب النقص بداعي الإصابة للمدافعين أحمد خالد وسامسون دير وأنجي جويل تم تحويره من قبل المدرب عادل نعمة وجعل في الجهة اليسرى. البرازيلي باولو فيكتور ينطلق، زين قريب باولو تماس لنادي القصر. هذا البرازيلي باولو فيكتور لم يسجل لغاية الآن، بينما هنا مؤمل راشد. زين محسن، أحمد نور حاول، محمد سادات، حرة مباشرة وخطأ لنادي النفط ولكرار سالم. كل يعلم الجولة 25 من دوري نجوم العراق ستعود بعد التوقف الدولي. وبعد مباراتنا كل القلوب وكل الأماني والدعوات بالتوفيق لأسود الرافدين في مباراتهم أمام فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ويوم الجمعة إن شاء الله ستنطلق مباريات الجولة 25. كرار رزاق، ركنية للنفط، عالية الكرة، ابعاد من الدفاعات قريبة جدا. الدولي علي حسين علي، هذا اللاعب رامسيس الكاميروني. لاعبين النفط يطالبون بركلة جزاء، بينما هنا أحمد صبري. قرار يقطع الكرة، محمد سادات قريب، النفط رامسيس الكاميروني ينطلق، رامسيس النفط، رامسيس حاول يلعب الكرة قريبة جدا، ابعاد من الدفاعات، أحمد نور والانطلاقة، وعلي ياسين يقوم بدور الليبرو باللقطة الماضية. رامسيس قريب مع كرار إلى الجهة اليسرى، تغيير من كرار رزاق لكرار ولستار، ستار ياسين، انطلاقة للنفط، محاولة فيكتور، سامي هند، محمد سادات، تمريرة لستار خطيرة، أحمد صبري للنفط، حرة مباشرة وخطأ. حرة مباشرة لفريق نادي النفط بساحة لعب فريق نادي القاسم. لاحظ اللقطة الماضية لاحظ أحمد نور حرة مباشرة
لنادي النفط. كرار رزاق، حاول كرار، تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، بعد الكرة راجع لي كرار مع ديار، مجتبى، فاضل يقطع الكرة، حاول إلى ستار ياسين، كرار سالم لستار النفط إلى كرار، حاولت المرور والحرة مباشرة لنادي القاسم، خطأ على أحمد صبري. دقيقة 31. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي بين النفط والقاسم في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. حسين محسن إلى الحارس علي ياسين، نفط بعد هذا اللقاء سيتجه جنوبا ليواجه الميناء، بينما القاسم سيستقبل نادي نوروز لحساب الجولة 25. انطلاقة الآن أحمد صبري قريب، لكن القطع من مؤمن راشد إلى التماس، لاعب القادم من نفط الوسط. أحمد صبري يترك الكرة لكرار، كرار للنفط، عالية داخل منطقة الجزاء، التحضير والمحاولة، مجتبى، سيف قريب، ابعاد من ديار ياخي بالوسط، الرامسس لستار، من هناك لكرار، ستار ياسين، مساحة لعب فريق نادي القاسم. بدأ النفط يهدد ويحاول أن يقترب من مرمى نادي القاسم. سامحين عالية قريبة جدا، فيكتور، محمد سادات، النفط إلى فاضل كريم، أحمد صبري والانطلاقة، حسين محسن الإبعاد، إليسو لاعب الإيفواري إلى الحارث، حاولت المرور لكن التغطية، هذا اللاعب الغاني محمد سادات، بينما هنا الإيفواري إليسو، أيضا محترفين متواجدين. تحدث عن الغاني الآخر كريم أبو بكر بنادي القاسم، وعن النيجيري أوديني جورج. حكم الدولي علي حسين علي صاحب 32 سنة، دولي 2024، دكتوراه طبعا تربية بدنية وعلوم الرياضة. آخر مباراة أدارها الزوراء وأربيل، مباراة اللي انتهت للزوراء برباعية. هناك الفار، هل هناك شيء؟ الفار الدولي علي حسين علي، هذه اللقطة، لاحظ القدم اليمنى
لقطة. هل هناك ركلة جزاء؟ نادي القاسم. اللقطة الماضية لاحظ الدولي علي حسين علي والتدخل مع باولو فيكتور. لاحظ بهذه اللقطة ننتظر القرار وماذا سيقول الفار. ماذا سيقول الفار؟ الدولي علي حسين علي لا وجود لي شيء. أحمد صبري لاحظ مؤمل وأحمد صبري باللقطة الماضية لا وجود لي شيء. شير بالاستمرارية. طبعا انتصارات النفط السبعة بال1-0 على الحدود والكرخ والميناء وكربلاء، وبال2-0 على زاخو والقرمة ونفط البصرة. إبراهيم طبعا عبد نادر نجم الزوراء السابق مع عادل نعمة مدرب النفط. كلما يفوز النفط لا يعطي هدف، بينما هنا أيمن الحكيم موسم ثاني مع نادي القاسم والمدرب اللي يقدم نتائج ممتازة. نادي النفط انتصاراته السبع كلما يفوز لا يعطي هدف، يعني بال1-0 4 مرات وبال2-0 3 مرات. النفط اللي أقوى خط دفاع بدورين 14 هدف مع الطلبة والشرطة. مباريات الجولة 25 ستنطلق يوم الجمعة، وديربيات على مستوى، يعني الشرطة مع القوى الجوية في ديربي بغدادي، وفي ديربي بغدادي آخر الطلبة مع الزوراء، وفي ديربي شمالي دوك مع زاخو بعد التوقف الدولي. والتوفيق طبعا لأسود الرافدين أمام الفداء الفلسطيني. مؤمن راشد يلعب الكرة، محمد سادات، أحمد صبري قريب. بعد هذه المرة من نادي القاسم علي ياسين يحصل الكرة، تلعب من علي، رامسيس قريب، حسين محسن، ضغط من البرازيلي باولو فيكتور، قرار يلعبها، ضغط من النفط، تلعب إلى ركنية لنادي النفط. محاولة كانت من رامسيس هداف الفريق اللاعب الكاميروني ب5 أهداف. بالنسبة لرامسيس جابرييل لاعب الوضع بالصورة
سجل هدفين على زاقو وعلى نفط البصرة هدف وعلى القرمة هدف وعلى كربلاء هدف. كريم أبو بكر في أول ورقة اضطرارية. كريم أبو بكر بتشكيل نادي القاسم. بالسلامة للحارس علي خالد حارس مرمى نادي القاسم. طبعا زيارات نادي القاسم إلى بغداد هاي الزيارة الخامسة في 4 زيارات سابقة. لم يخسر نادي القاسم في بغداد، تعادل مرتين، تعادل مع الكرخ سلبيا 2-2 مع الشرطة، وفاز مرتين، فاز على القوى الجوية بهدف وفاز على الحدود ب4-2 على هذا الملعب. بطاقة صفراء هذه المرة على باولو فيكتور اللاعب البرازيلي. نادي القاسم لا يخسر في بغداد هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل مرتين. كرة اللعب، الحارث حاول قطع للكرة، إليسو راجعة من حسين محسن، ديار يا أخي بها الوسط، فاضل كريم بعيدة جدا على ستار وتماس. هذا مؤمل راشد. نادي القاسم تلعب، طالت هذا السادات لاعب الغاني، طالت الكرة على حيدر عبد الرحيم، تماس لنادي النفط، دقيقتين الأخيرة على عمر شوط المباراة الأول، التعادل السلبي بين النفط والنادي القاسم في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23. أحمد صبري في صراع، إليسو أمامية من مؤمل، بعاد الكرة من كرار بها الوسط، من هناك أحمد نور، تقطع الكرة، الكاميروني رامسيس، ديار ياخي مع رامسيس إلى كرار رزاق، النفط، قراءة جيدة من كرار فالح، راجع الكرة إلى ستار ياسين، ستار محاولة خطيرة، التحضير والتسديد وبعيد بعيدة من اللاعب الغاني محمد سادات. ركلة مرمى لنادي القاسم. مباريات الجولة 25 كربلاء يستضيف الكرخ، نادي القاسم مع نوروز، الميناء مع النفط، قرمة يضيف ديالة، النجف يضيف الحدود، والديربيات الكبيرة طلبة والزوراء، توك وزاخو، والشرطة والقوى الجوية. بينما المباريات الأخرى نفط البصرة سيلاقي نفط ميسان في لقاء نفطي خالص، والكهرباء سيضيف أربيل.
هذا كريم أبو بكر، هدفين في الدوري، عنده هدف على إربيل وعنده هدف على الحدود في المباراة الماضية بال3-2 لنادي القصر. حارث حاتم ركنية عالية الكرة، سامي هن يبعد الكرة، لاعب البوركيني راجعة، لا تماس لنادي النفط. سبع دقائق كوقت بدل ضاع. التماس الآن، حكم المباراة يعيدها بالسلامة للاعب نادي القاسم. حديث مع ستار ياسين باللقطة الماضية مع أحمد نور. تنبيه هذه المرة شفوي أحمد نور. حلوة. حكم الدولي علي حسين علي حاول يهدي الأمور. تلعب الكرة، المحاولة الآن، قطع للكرة من هناك، محاولة كرار عالية وإلى الحارس علي خالد. كرة اللعب، محاولة سامين، قطع للكرة من كرار وتماس لنادي النفط. هذا باولو فيكتور محترف البرازيلي لنادي النفط. ديار ياخي، دقائق الأخيرة على هذا الشوط، نلعب في الوقت بدل الضائع. ديار ياخي حصل الكرة، رامسيس حاول إلى التماس للنفط. ساحة لعب فريق نادي القاسم. رامسيس الكاميروني، محمد سادات إلى فاضل كريم، تلعب صبري أحمد لستار، محاولة أحمد صبري، إبعاد من حسين محسن، أحمد نور وبعيد الكرة. هذا أحمد صبري لاعب النفط. التماس لنادي النفط. كرار سالم، تلعب من كرار، راجع الكرة للنفط. التماس سامين، محمد سادات تحضير مع كرار رزاق داخل منطقة الجزاء، خطيرة للنفط ويحصل الحارس علي خالد حصل الكرة. لاحظ حارس مرمى نادي القاسم أحمد صبري قريب، أمامية من علي، محمد سادات، سامي هن، رامسيس للنفط، تمريرة بمكان جيد، محاولة رامسيس عالية، صبري قريبة جدا، سامي هن عيد الكرة مع كرار، أحمد صبري في صراع وإلى التماس. قطع من مؤمل راشد، كرار سالم، داخل منطقة الجزاء، المحاولة
وربما هناك خطأ. الدولي علي حسين علي يقول هناك لمسة يد، لكن خلينا نشوف الفار. اللقطة الماضية ولاحظ البرازيلي فيكتور ورامسيس. الدولي علي حسين علي لمسة يد وخطأ على باولو فيكتور، لكن يسارية كانت رائعة من رامسيس. ينتظر، أكد الفار قرار الحكم علي حسين علي. كرة اللعب انطلاق الآن من اليسار، تصل لي الحارس عالية الكرة. الحارس يلعب الكرة، محاولة قريبة علي ياسين حصل الكرة. راجع الكرة ديار يا أخي إلى التماس. الدولي علي حسين علي وخطأ للكاميروني رامسيس. هذا أحمد نور ديار يا أخي للنفط. قد تكون الكرة الأخيرة بهذا الشوط. ستار عاد لي الكرة. الدولي علي حسين علي يطلق صافرته ولنهاية شوط المباراة الأول بين نادي النفط ونادي القاسم بالتعادل السلمي. لنا عودة بعد فترة الاستراحة. إلى اللقاء. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، يحاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء وكرار. كرار جعفر يفعلها ويسجل، كرار جعفر يفعلها ويسجل الميناء. السفانة 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 بهدف قاتل في مرمى أربيل، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل. الميناء يسجل في مرمى أربيل.
الميناء يسجل في مرمى أربيل بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار، ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص، يحاول يسجل، واكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في وجع عطائهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله، اليماني يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخابور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم، والهدف وتا، وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن، جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها وأسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولغا رونالد بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبة مضت ممكن التعادل. جول
يأتي هدف التعادل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا ويسجل هدف التعادل بالمباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم. العودة والحنين إلى الماضي أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله. بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه. أرضية الملعب إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر، صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما، أو جول ثاني، جول ثاني يحتسب، يحتسب، يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى، وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف 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 الإعادة. ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد. جول، جول. الله، سجل 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 النجف، سجل النجف. قوية في قلب المرمى، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله، ظهر التنزاني، ظهر التنزاني سايمون مسوفا. سايمون مسوفا سجل للطلبة، يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفا صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفا. شوف الكرة بدأت من شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي، ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون
ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل. مهدي تقدم. مهدي تمريرة. سايمون للثاني. الله، جول ثاني. هدف ثاني لأنيق العاصمة. هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة، إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسافة، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس. جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية. ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة. علاء الدين، كرة عرضية رأسية. يا سلام يا سلام. شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة. 1 القرمة لا شيء الحدود. نعم، بهذه اللقطة، بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أحمد قاسم فاضل، بينما في غرفة الفار الليث فرحان وحيدر عبد الحسن. الهجوم الآن لنادي القاسم. الحارث حاتم عالية داخل منطقة الجزاء، إبعاد دفاعات النفط على الجهة اليسرى بزي الأبيض، ونادي القاسم بالأسود الموشح باللون الأزرق. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، والرأسية كانت من كريم أبو بكر اللاعب الغاني لنادي القاسم لخارج الملعب. أيمن الحكيم المدرب السوري لنادي القاسم يلعب بعلي خالد بحراسة المرمى. هناك حسين محسن، كرار فالح، مؤمن راشد، محمد الباقر، أحمد نور، إليسو، كريم أبو بكر، الحارث حاتم، حيدر عبد الرحيم، وسيف رشيد. بينما المدرب عادل نعمة للنفط يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى. خط الدفاع كرار سالم، فاضل كريم، ديار ياخي، كرار رزاق. بالوسط محمد سادات، سامي هين، رامسس، ستار ياسين، وأحمد صبري. وفي المقدمة باولو فيكتور اللاعب البرازيلي. عملية تمرير، هجوم الآن لستار ياسين لنادي النفط. المحاولة لكن القطع من إليسو. كريم أبو بكر اللاعب الغاني. انطلاقة الآن تصل لديار
النفط وضعية الفريقين، نادي القاسم مركز سادس ب35 نقطة، هو خلف الزاخو 49، الزوراء ثانيا 49، الشرطة ب47 مركز ثالث، القوى الجوية بالمركز الرابع 41، والطلبة بالمركز الخامس ب40 نقطة، بينما النفط 30 نقطة مركز 13. النفط الآن علي ياسين أمامي الكرة، المحاولة أحمد صبري وتصل للحارس علي خالد. تغيير وحيد أجرى المدرب طبعا السوري أيمن الحكيم بنادي القاسم بخروج مجتبى محسن ودخول الغاني كريم أبو بكر. محمد سادات إلى رمسيس، انطلاقة محاولة لكن تصل إلى الحارس علي خالد. مباراة المرحلة الأولى ما بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي. أيمن الحكيم مدرب السابق أن درب منتخب سوريا ودرب تشرين ودرب الكرامة أشهر الأندية السورية، وعمل أيضا في الدوري العراقي مع دهوك بفترة من الفترات. فيكتور بالسلامة لكريم أبو بكر. لاحظ مع أحمد صبري باللقطة الماضية 4 أهداف لأحمد صبري مع النفط. النفط اللي أكثر تعادلا مع النجف 9 مرات. النفط تعادل 7 مرات بال0-0 مع نفط ميسان، القاسم، ديالى، كهرباء، نفط البصرة، القوى الجوية والنجف. تعادل بال1-1 مرتين مع النجف ونوروز. عادل نعمة مدرب النفط هو في الأماكن الدافئة، لكن الأماكن المهددة بالهبوط مركز 17 نفط البصرة 23. لدينا كربلاء بالمركز 18 17 نقطة، وديالى مركز 19، والمركز الأخير الحدود 13 نقطة. لكن الصراع سيكون كبير بدورينا على اللقب. هناك زاخو 49، الزوراء 49، الشرطة 47، القوى الجوية 41، طلبة 40، دهوك مركز سابع وعنده مباريات مؤجلة. هذا اللاعب البديل الغاني كريم أبو بكر، لاعب اللي اشترك بديلا لمجتبى محسن اللي ترك المباراة بالشوط الأول بداعي الإصابة. ناسب الفريقين من الأندية ال9 اللي ما غيرت مدربيها، يعني القاسم والنفط، مع أندية زاخو ودهوك وأربيل والطلبة ونفط ميسان والنجف وكربلاء. بينما الأندية الأخرى 11 غيرت مدربيها: الزوراء، الشرطة، القوى الجوية، ديالى، الحدود، نوروز، الكرخ، القرمة، الكهرباء، الميناء ونفط البصرة. أيمن الحكيم كان الموسم الماضي مع نادي القاسم مركز 17 ب35 نقطة، ولعب الملحق وضمن البقاء بدور النجوم بعد الفوز على البيشمركة 2-1. كريم أبو بكر وسط تفكير من المدرب عادل نعمة بنتيجة اللقاء. المباراة مهمة للفريقين، ال3 نقاط مهمة للفريقين. ديار يا أخي النفط أمامية الكرة، المحاولة رامسيس الكاميروني، لكن القطع هذه المرة محمد الباقر عبد الرحمن. كرة لكرار راجعة سامي هند، أحمد صبري قريب، قطع للكرة. ديار يا أخي النفط عيد الكرة، محمد سادات من هناك،
راجعة لكرار سالم. ستار ياسين عيد الكرة. رامسيس تمريرة لستار خطيرة خطيرة. أوه فرصة للنفط ضاعت عن طريق ستار ياسين. تقريبا أول فرصة يعني في 52 دقيقة أول فرصة صريحة للنفط وضاعت. لعبها بشكل جيد لكن لا خارج الملعب. توجيه ما كان جيد بهذه اللقطة. تماس الآن. هذا اللاعب حيدر عبد الرحيم. كرار رزاق وطالت الكرة على البرازيلي باولو فيكتور. كرة اللعب بالوسط. تمرير الآن. نفط باولو فيكتور البرازيلي قطع لي الكرة وبالسلامة للبرازيلي. النفط الموسم الماضي كان المركز 11 ب 46 نقطة. لاحظ اللقطة الماضية مع كرار فالح اللاعب اللي يمثل الصناعة ومثل النجف. بالنسبة لكرار فالح موسى. كرار رزاق للنفط التماس عيدة بكل روح رياضية إلى الحارس علي خالد حارس مرمى نادي القاسم. حاول الآن حيدر من هناك للحارس حاتم نادي القاسم. انطلاقة ويمر يمر يمر والكرة لا خارج الملعب. فاي الانطلاقة الرائعة لكن النهاية الغير جيدة. حارس حاتم 9 أهداف مع سيف رشيد 11 هدف. يعني 22 هدف من أهداف نادي القاسم 27. كرة اللعب رامسيس قريب. كرة إلى ركلة مرمى. رامسيس الكاميروني يطالب بركنية. لكن الحكم الدولي المساعد حسين فلاح عودة موفقة طبعا لحكمنا الدولي حسين فلاح بعد الإصابة اللي تعرضها طبعا في مباراة كربلاء ودهوك. إليسو الحارث حاول حرة مباشرة وخطأ لنادي القاسم. – 512 هدف في 236 مباراة. يبقى في صدارة الهدافين لاعب الشرطة ولاعب منتخبنا الوطني مهند علي ميمي 19. بعد ذلك جوستافو هنريك لاعب زاخو ب 16 ثم مروان حسين لاعب نوروز ب 13. حسين محسن حرة مباشرة لنادي القاسم عالية داخل منطقة الجزاء وابعاد من الدفاعات. أحمد صبري من هناك تمريرة إلى ستار ياسين.
النفط ستار، تمرير مع سامي هند، ديار يا اخي للنفط. الموسم الماضي المباراتين انتهت للنفط ب 3-2. محمد سادات قريبة جدا، خطيرة خطيرة للنفط والتسديدة إلى الركني. حاول اللاعب رامسيس، واضح بالصورة، الكاميروني، وبالسلامة لكرار فالح. لاحظ التمريرة، الركنية الآن. حكم الدولي علي حسين علي أدار مباراة وحيدة لنادي القاسم مع نوروز بال1-1، ومباراة وحيدة للنفط كانت على هذا الملعب فيها تغلب على الميناء بال1-0. مفارقة الجولة 25 النفط سيلاقي الميناء في البصرة، بينما القاسم سيضيف نادي نوروز. سيف رشيد بالصورة، الركنية الآن. هذا هداف الفريق سيف رشيد ب11 هدف اللقطة الماضية. ركنية الآن، حديث طبعا ما بين سيف وما بين فاضل كريم. سلامة لكرار، ساعة من اللعب. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي. وحديث دكتور مشتاق كاظم مدير الفريق مع عادل النعمة مع إبراهيم عبد نادر، ربما لا يستطيع إكمال المباراة. كرار فالح دافع نادي القاسم. ركنية الآن، رامسيس للنفط قريبة جدا، الحارث يبعدها إلى كرار، عالية داخل منطقة الجزاء، وحاول للنفط محمد الباقر يبعد الكرة. حاول اللاعب رامسيس جابرييل لاعب الكاميروني، عمار داخل، ورقة لأيمن الحكيم، حارث طبعا واحد من الأوراق المهمة اللي يعتمد عليه مدرب نادي القاسم الحارث حاتم. رامسيس النفط راجعة، تمرير أحمد صبري لكن قطع للكرة. فاضل بالوسط لمحمد سادات، من هناك لكرار،
سامي هند بالوسط لنادي النفط، تمريرة على الجهة اليسرى لكن بلا عنوان إلى التماس. عمار داخل، حيدر عبد الرحيم مع كرار فالح، دخول عمار داخل أوديني جورج، تغيير مزدوج للسيد أيمن الحكيم مدرب السوري. كرة اللعب كرار رزاق بعد من ديار، محمد الباقر حاول يمر، عاد النعمة بتغييرين صفوف فريق نادي النفط. سامين محاولة والإبعاد هذه المرة أحمد نور. ركنية للنفط، تغيير الآن أحمد صبري وباولو فيكتور. دخول طبعا لوليد كريم وحسام جاد الله، خطيرة الكرة، يعني طالبون لاعبي النفط بركلة جزاء، ينتظر الفار. حسام جاد الله يشترك مع وليد كريم. لاحظ ستار المسافة، الوضع التشريحي للجسم بانتظار الفار، لا وجود لبنالتي. كرة اللعب للنفط، المحاولة الآن عالية داخل منطقة الجزاء وتصل لعلي خالد. عاد النعمة أخرج أحمد صبري وباولو فيكتور اللاعب البرازيلي، وأشرك أيضا لاعبين عندهم نزعة هجومية بالنسبة لحسام جاد الله ولوليد كريم. انطلاقة الآن، المحاولة وليد كريم طبعا عنده هدف على نوروز، وحسام جاد الله عنده هدفين على زاخو وعلى نفط البصرة. أوديني جون يبعد الكرة، تماس للنفط، حرة مباشرة وخطأ ليقدم لاعبي النفط، وقائد فريق النفط وليد كريم. أكثر من 9 مواسم مع النفط هذا اللاعب. حرة مباشرة، عالية الكرة وتصل لعلي خالد حارس المرمى. في هذا الملعب طبعا تعادل نادي القاسم مع الكرخ سلبيا، وفاز على الحدود بال4-2.
كريم بوبكر تقطع الكرة، كرار تمريرة إلى ستار، رمسيس، محمد سادات، سامي هند، من هناك طلاقة، فاضل قريب داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى الركني. كان كرار سالم، شوف القطع من إليسو لإيفواري وركنية للنفط. عالية الكرة راجعة لستار، يعيدها للنفط بوبكر سيف رشيد والخطأ. حرة مباشرة لنادي القاسم. بعض الأرقام من دورينا: زاخو والشرطة أقوى خط هجوم بدورينا 42 هدف، بينما الأضعف كربلاء ب 13 هدف. نفط والطلبة والشرطة أقوى خط دفاع بال 14. الحدود الأضعف ب 51 كرة بشباكة. نجف والنفط الأكثر تعادلا 9 مرات، بينما زاخو والزوراء الأكثر انتصارا ب 14 مرة. الحارس يلعب الكرة، العمار داخل، محمد الباقر عالية، ديار يا أخي يقطع الكرة، الحارس قريب، بوبكر مع سيف رشيد، نادي القاسم يلعب الكرة مع الحارث، حول نادي القاسم على الجهة اليسرى وقطع الكرة إلى التماس، تماس للنفط. كرار يلعب الكرة مع ديار إلى كرار رزاق، النفط تمرير، هذا سامين لاعب البوركيني لاعب النفط. بالسلامة لاعب نادي القاسم، لاعب الغاني كريم أبو بكر. نادي القاسم كلما يزور بغداد لا يخسر هذا الموسم. كريم أبو بكر لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الأول يترك المباراة لنور الحسين فلاح. ورقة أخرى للسوري أيمن الحكي مدرب نادي القاسم. وعلى ذكر سوريا وأيمن الحكيم سنتحدث بعد هذه الكرة. الرامسيس مع كرار رزاق، تقطع الكرة، الحارث حاول يمر والخطأ. على ذكر سوريا لدينا مدرب سوري أحرز الدرع مع إربيل في 2011 كان نزار محروس، وعندنا لاعب سوري أصبح أول لاعب عربي غير عراقي هدافا للدوري،
اكيد عرفتوا لاعب الشرطة محمود المواس 22 هدف مع الشرطة في موسم 21. لكن أيمن الحكيم يقدم موسم جيد مع نادي القصر الموسم الثاني، على الرغم من الظروف المادية الصعبة اللي يعاني منها النادي. نادي القاسم طبعا يمثل محافظة بابل. سامين قريب، إليسو ابعاد للكرة، طالت الكرة إلى التماس للنفط، رامسيس للنفط، صراع على الكرة، أحمد نور قطع للكرة، الراية والتسلل، عمار غالب، ورقة للسيد عادل نعمة مدرب النفط، تسلل على فريق نادي القاسم. كرة اللعب، محاولة، إذن ستار ياسين يترك المباراة لعمار غالب. لاعب اللي يمثل الشرطة بفترة من الفترات. علي خالد، محاولة الآن، تعادل 0-0 بلقاءات الفريقين. 3 مرات في 2020 وفي 21 وفي هذا الموسم 24. البطاقة الصفراء اللقطة الماضية ما بين البدلاء، جاد الله، حسام جاد الله، والبطاقة على نور الحسين، فلاح لاعب نادي القاسم، لاعب البديل، أعاق اللاعب البديل الآخر. عالية الكرة، محاولة خطيرة للنفط وضاعت. حاول طبعا بالكرة ديار ياخي، كانت الكرة من فاضل كريم. لاحظ المدافعين وين قلوب الدفاع، هذا قلب دفاع وهذا قلب دفاع آخر. محاولة جيدة كانت لديار لكن مرت. نفط أفضل إنجاز لهذا الفريق، كل يعلم هو منذ الثمانينات في الدوري الممتاز، ثاني مركز ثاني بعد القوى الجوية 2016 مع حسن أحمد. الحارث فاضل قطع للكرة، نور الحسين حاول في صراع مع عمار، تمريرة جاد الله خطيرة لكن قطع من إليسو لاعب الإيفواري. جاد الله، حسام للنفط، تمرير الآن راجع الكرة، كرار يلعبها قريبة جدا والرأسية إلى ركلة مرمى. السلامة للإيفواري إليسو، هذا حسام جاد الله لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. ركنية الآن، الكاميروني رامسيس قريبة جدا للنفط. الحارث في انطلاقة وفي هجمة مرتدة لكن التغطية حاضرة، كانت من كرار رزاق.
علي ياسين أمامية، حسين محسن، أوديني جون، نور الحسين يلعب الكرة، تقطع الآن حسام جاد الله، انطلاقة للنفط و يفقد الكرة. نور الحسين لاعب البديل، تحضير مع أوديني جورج النيجيري، الحارث قريب، محمد الباقر راجع لديار، محمد سادات تحضير بوسط الملعب، تغيير إلى الجهة اليسرى، عمار غالب بدلاء، عمار ينتظر التحضير مرة أخرى إلى سادات، فاضل كريم للنفط، حاولت قطع الكرة، ابعاد من مؤمل، انطلاقة الآن لنادي القاسم الحارث، تحضير هذه المرة، قريب جدا عمار، حارث حاول يمر، نادي القاسم قطع من رامسس، عمار غالب يلعبها من هناك لحسام جاد الله، جاد الله خطيرة خطيرة للنفط، حسام ينتظر الإسناد، راجع لعمار، تحضير محمد سادات لجاد الله، القطع هذه المرة، عمار داخل، راجع الكرة، فاضل كريم للنفط، المحاولة وتصل لعلي خالد حارس المرمى، بنفس نتيجة المرحلة الأولى، فريقين تعادلوا بالصفر صفر، الآن أيضا صفر صفر. سامي هن، رامسس لسامي، وليد قريب، راجعة من حسين محسن لعلي خالد، إذا ما تعادلوا النفط سيكون الأكثر تعادلا، إذا ما انتهت المباراة بالتعادل نفط سيصل إلى التعادل العاشر، بينما القاسم سيصل إلى التعادل التاسع، ويكونون أكثر الفرق تعادلا بدورين مع النجاح. لكن الكل يعلم في كرة القدم 10 دقائق متبقية، هذا الوقت بدل الضائع، ممكن النفط يسجل، ممكن نادي القاسم. فاضل عالية الكرة، وليد تحضير، ابعاد من مؤمل إلى التماس، هذا مؤمل راشد، ساميين على الطرف الأيمن لكرار، مساحة لعب فريق نادي القاسم عالية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، تحضير ولا زالت تسديدة مرة أخرى بعيدة، محمد سادات حاول الغاني، 3 محاولات للنفط، وهذه المحاولة الأخيرة علت العارضة. محمد سادات نقطة تبقي النفط في مركز 13 31، نقطة تبقي نادي القاسم في مركز سادس ب 36. محمد سادات قريب، كرة مباشرة وخطأ وبالسلامة. سيف رشي رقابة على هذا اللاعب، نور الحسين فلاح بالسلامة لاعب نادي القاسم.
حسام جاد الله. زيد محسن، أيمن الحكيم، نظرة على اللقاء عالية، ديار ياخي يبعد الكرة، محمد سادات، رامسيس، عمار، غالب، طلاقة للنفط لجاد الله، لكن مؤمل يقطعها، مؤمل راشد بعد من فاضل، سامين يبحث عن خطأ إلى ديار ياخي، يعيدها لعلي ياسين. 14 كلين شيت، 14 مباراة بشباك نظيف، وإذا ما حافظ على شباكه سيصل إلى رقم ممتاز، يكون عندك 15 مباراة بشباك نظيف، أعتقد رقم يتفوق على بقية الحراس في دورينا هذا. عاد من أحمد نور، راجع الكرة للنفط، ديار تغيير من هناك لعمار، طلاقة الآن، محاولة خطيرة للنفط قريبة جدا، رامسيس يحاول قطع من عمار داخل، نور الحسين عيد الكرة، سامين تمريرة لي كرار، رامسيس، كرار رزاق حاول بالكرة للنفط من الجهة اليمنى، خذوها تغيير، حاولة رأسية، الله، ضاعت على النفط، خطيرة خطيرة خطيرة، يا البديل يا عمار، عمار غالب البديل، كان ممكن يكون بديل ناجح الرأسية، لكن بجانب القائم الأيسر لا وجود للتسلل بهذه اللقطة، وضاعت على النفط، ضاعت على النفط، ضاعت على النفط. لاحظ الرأسية والتوجيه، لكن جانب القائم الأيسر. حاولة جيدة للنفط، بدلاء، حاول مؤمن راشد يقطع الكرة، سيف رشيد اللي بعد هذه المرة الحارث قريب، حرة مباشرة وخطأ لنادي النفط. الدقائق الأربعة الأخيرة تعادل سلبي بين النفط ونادي القاسم في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 من دوري نجوم العراق موسم 24/5. كرار تلعب عمار وبعيدة إلى ركلة، هذا عمار غالب، رأسية ممتازة، بديل جيد بنادي النفط، حرك منطقة الوسط، هدد برأسية علي خالد، أمامية من علي، صراع بالوسط، ديار قريب، حارث مع سيف، نور الحسين، نور الحسين حاول بالكرة، قطع من محمد سادات للنفط، هجوم المرتد الآن للنفط، طلاقة من وليد، وليد كريم، خطيرة خطيرة، وليد يحاول، وليد كريم للنفط، تبريرة، سادات، رامسيس الكاميروني، تمرير والمحاولة، لكن الإبعاد من عمار داخل، ديار ياخي قريب يقطع الكرة إلى الجهة اليمنى، رامسيس،
سامي هند، جاد الله، عمار، حسام جاد الله، خطيرة للنفط مرت من الجميع. حاولة كانت جيدة محمد الباقر، يشكو من إصابة. إلى التماس، تماس لنادي القاسم، رقابة طبعا على سيف رشيد هداف فريق نادي القاسم، أخطر لاعبي نادي القاسم مع الحارث حاتم. الدولي علي حسين علي، وحديث مع غرفة الفار. كرة اللعب، حسام جاد الله عيدها مع كرار بالوسط، سامي هند حاول الآن عمار غالب، حاول يلعب الكرة، ديار استخلاص رائع للكرة بالوسط، سامي هند تغيير إلى الجهة اليمنى، نفط مع كرار، ديار يا أخي حاول ينقل الكرة إلى الطرف الأيسر، سادات محمد سادات لكرار رزاق، النفط وخطيرة والرأسية إلى ركلة. حاول وليد كريم، لاحظ وليد كريم برأسية لكن على العاب. سنلعب في الوقت بدل الضائع 5 إلى 6 دقائق ربما. سامي هند، عمار 8 دقائق أو 6 دقائق، جاد الله خطيرة إلى وليد، تحضير وتسديد وقطع من دفاعات نادي القاسم. راجع الكرة إلى النفط، ديار يا أخي، محمد سادات تمريرة، رامسيس كرار عالية بعد من دفاعات نادي القاسم، ضاغط لكرار وبعيدة من كرار لا ركلة مرمى. كرار سالم ظهير الأيسر حاول بهذه الكرة، لا تغيير على نتيجة المرحلة الأولى، 0-0 بالمرحلة الأولى، ولغاية الآن التعادل السلبي. سامي هند، محمد سادات تمريرة إلى وليد مع كرار، عمار غالب حاول يلعب الكرة مع محمد سادات، النفط تغيير إلى الطرف الأيمن لكرار رزاق، يمر كرار يحاول بالكرة، سادات، سامي هند، محمد سادات تغيير بالكرة، عالية الكرة للنفط، المحاولة قريبة، رامسيس خطيرة للنفط، اوه جول! سجل حسام جاد الله بالرقم 99 يسجل بالدقيقة 92 من عمر اللقاء. جاد الله البديل الناجح يسجل في مرمى نادي القاسم. لاحظ رامسيس لجاد الله، التسديدة بالمرة الأولى، وجاد الله بإجادة رائعة للنفط يسجل. لاحظ جاد الله بالدقيقة 92
صاحب الرقم 99 يسجل الهدف الأول للنفط. البديل بهدف جميل وفرحة عادل نعمة. سجل النفط عن طريق البديل حسام جاد الله. النفط يتقدم بهدف لحسام جاد الله. بالمناسبة جاد الله هذا هدفه الثالث، وسجل على نفط البصرة وسجل على زاخو. إذا ما فاز النفط هاي أول نتيجة طبعا بال1-0، لأن انتصارات النفط الماضية ال5 على نادي القاسم كانت بال2-0 مرتين، وفي ال3-0 مرتين، وفي ال3-2 في الموسم الماضي. انطلاقة من رامسي إليسو أمامية حسين محسن، راجع الكرة لكرار، سامي هند إلى اليمين، رامسيس الكاميروني كان له دور كبير بالهدف لكرار، طرف الأيمن جهة اليمنى للنفط نشطة خطرة أكثر وصولا بتواجد كرار رزاق. كرار عمار غالب، اعتقد دخول عمار وجاد الله اعطوا الاضافه لنادي النفط بالشوط الثاني. لاحظ هذا اللاعب اللي معاه الكره واللاعب اللي يسجل هذا جاد الله. تبديل ناجح، بديل ناجح. محمد الباقر، دقيقة متبقية على النهاية. النفط سيكون 9، سيرتقي 4 مراكز، سيصل إلى النقطة 33 وسيكون بالمركز التاسع. علي ياسين حارس مرمى النفط، عالية الكرة، رامسيس يبحث عن زميل، غير راية. النفط أفضل بشوط المباراة الثاني، أكثر وصول، أخطر. هذا جاد الله البدلاء ليعطوا الإضافة. وإلى الركنية عمار غالب، عادل نعمة على أعصابه. 3 نقاط مهمة مع الدكتور طبعا مشتاق كاظم، أكيد المدير الإداري، والده الشخصية الإدارية المعروف كاظم محمد سلطان. عراب كرة النفط، راجع الكرة، تمرير، قطع هذه المرة، أوديني جورج، تمرير، تغطية حاضرة من فاضل. النفط اعتقد خلاص وراه خلاص. كرة بها الوسط، أوديني جورج، تمرير، حاول يبعد لي الكرة، عمار غالب، تمريرة، رامسيس، تلاقى النفط، رامسيس و علي خالد، وصافرة الحكم الدولي علي حسين علي طبعا تطلق، معلن نهاية اللقاء. فوز النفط على نادي القاسم بهدف أتى عن طريق طبعا حسام جاد الله في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 23 من دوري نجوم العراق موسم
25. مبروك لنادي النفط، هارد لك لنادي القاسم. التقيكم في مباريات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.